ولكن إذا عاش معها وهو لا يعلم وإنما تشكك فقضى على الشك في نفسه لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ويقول: من أتى منكم من السفر فلا يتركن أهله بليل. لابد أن تذهب إلى المسجد، تتصل بالتليفون، تقول أنا جاي كمان نص ساعة، احتراما لنساء المسلمين. فواحد من الصحابة ركب دماغه وما طوعش النبي، فطرق أهله بليل لأنه كان شك إن في حاجة، فوجد الرجل عندها. شوف الجزاء الإلهي بقى، فوت الأمور، فوت تفويت من الدين. خلاص عرفت، قدر الله انك عرفت، يبقى خلاص منتهى الأمر. ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجتي لا ترد يد لامس. يعني لما تفتح الباب تقول له: ازيك يا اخويا، يقول لها أهلا وسهلا، وتضربه في صدره ويضربها في صدرها. لا ترد يد لامس، يعني ما هياش مخدرة كده وعاملة مسافة بينها وبين الناس. في ناس كده. قال له: طلقها. قال له: أحبها. قال: امسكها تمتع بها، تحر. ما دمت ما عندكش غيرة وما انتش يعني راجل كامل الرجولة، خليها معاك. بس كله ده في غير الزنا، إنما هو فيه سوء الأخلاق العامة. لكن زنت وعرف أنها زنت يجب عليه أن يطلقها، وهي في عصمته، زنت وهي في عصمته، يجب عليه أن يطلقها. تابت، ما ربنا يتوب عليه. حفظت القرآن أو كادت، يا رب. ما هو يعني هو الناس اللي كانوا في الجاهلية ما هو كانوا زناه وكانوا عصاه وكانوا كذا، لما أسلموا حسن إسلامهم وأصبحوا خير البشر. وسيدنا عيسى بيقول للست مريم المجدلية: قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. وأصبحت مريم المجدلية من أولياء الله الكبار، وكانت في القديم فمن تاب تاب الله عليه. دي عقيدة المسلم، إنه من تاب الله عليه. لكن إحنا في الزواج ده ينفع ولا ما ينفعش؟ عرفت يبقى ربنا قدر عليك إنك تطلق، ما عرفتش إيش ما تفتش. لدرجة إن الاتيكيت الإسلامي بيقول لك تتصل بالتليفون. لكن الشك بقى يقول لك: طب افرض معاها واحد. افرض يا سيدي معاها واحد ولا معاها، خليه يمشي. اتصل بالتليفون يا اخويا، اتصل بالتليفون. فالنبي عليه السلام علمنا الجمال والحلاوة. بس في بقى ناس عقليتهم ما تحبش الجمال والحلاوة، وعايز الحق ويبحث عن الحق ويبقى هو ربنا عشان يشوف الناس بتعمل ايه. طب خد بقى المقلب، هتلاقي الراجل لازم تطلقها بقى. ما تجيش تعايط بقى وتقول لي أولادي، ما تجيش تعايط، لأنك ما طوعتش النبي. النبي بيعلمنا ازاي نبتدي وازاي ننتهي. نبتدي بالإيد من غير شك، لا نشك في حد ولا نعمل في حاجة. عبد الله بن سلام قال له: والله إنه نعلمك أكثر مما نعلم أبناءنا، ما أدرانا ماذا فعلت النساء في البيوت. يا خبر اسود، ده بيقول له: يا رسول الله أنا متأكد إنك النبي أكثر من متأكد إن ده ابني، وأنا مش عرفني الستات عملت إيه في البيوت. فإذا الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني واحدة زنت وهي متزوجة، حملت، الولد ده ابن الزوج. طب الزوج ما مش ابن الزوج ولا حاجة، ده جاي من الراجل الزاني ابن الكلب، قال برضو ابن الزوج. بس اسكت، لان احنا ما احناش فاتحينها ديالوج، مونولوج. ديالوج لا، احنا بنشتغل مونولوج، مش عارفين وهتقاولني ما ينفع. مش هي الجلسة دي جلسة في اتجاه، فكنا انا وانت نقوله كده مش عارفين وهتقاولني ما ينفع. مش هي الجلسة دي جلسة في اتجاه واحد، انا اقول وانت تسمع، وانت تسمع وانا اقول.
لكن انت هتقول لي وانا اقول لك وبعدين انت تقول لي مش مناقشه، ما احناش فاتحينها سيمينار، ده درس. والدرس شوف علشان انه درس قعدت على الكرسي والكرسي عالي شويه، معنى كده ايه؟ ان انا اللي اتكلم بس، انانيه، واخد بالك؟ وانت تتلقى بس برضه انانيه برضه.